تخيلي كده معايا تبقي شيف عالمية فاتحة مطعمك في هدوء في الريف، ويجي شاب كده صايع وضايع من بتوع سول يبقى عايز يدمرلك شغلك ويسرقه، ولكن يعجب بيكي بقى وتفاجئيه. اهو ده اللي حصل واكتر في مسلسلنا ده اللي لازم تتابعوه وانتوا بتاكلوا حاجة. اهو انا حذرت اهو. واهم حاجة طبعا تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا جرس الاشعارات وبس كده. يلا بينا نبتدي. بيبدأ مسلسلنا مع بطلنا هان المدير الغني الغيتد ده، تقولوا شبارك سجون في مسلسل السكرتيرة كيم، حاجة كده لا تطاق. وبيبقى مدير في شركة أغذية بتاعة مامته، والكل مستحمله بالعافية جوه الشركة. أما بقى بره فناس عاملين تظاهرات ضده علشان حرامي وسرقهم ودمر مستقبلهم. فلما بيخرج وبيشوف واحد منهم بيخلع بسرعة على مطعم اتشهر مؤخرا، وبيبتز صاحبه بصور ليه وهو بيراهن، وبيقوله لو ما خلتش مجموعتنا تستثمر في مطعمك وتسيطر عليه هنفضحك. فالراجل بيترعب. أما هان فبكل برود بيمشي بقى يروح لمطعمه موتو اللي هو مسؤول عنه، وكالعادة بيقعد يجرب طبقهم الجديد ومش بيعجبه. فبيسأل وقتها على الشيف بتاعتهم، فبيقولوله بتصور يا فندم، وبنشوفها فعلا بتتصور كعادتها ومش مهتمة بالمطعم أصلا. فبيروح يعطلها بقى التصوير وبيقعد يذلها ان هي مش شيف بجد، لانه بيسرق لها الوصفات من باقي المطاعم وهي بس بتقلدها، فما تعيش يعني انها نبغة عصرها. فبتتعصب عليه قوي وبتقوله يخليه في نفسه. فبيرجع بقى على بيته وبيقابل اخوه الكبير سون اللي بيبقى مسؤول عن مطعم برضه زيه كده، وبيتنافسوا سوا هما الاتنين على المؤسسة كلها. ومامتهم بتطلع ست مجنونة مهووسة بالأكل، لدرجة إنها لما مش بيعجبها الأكل المرة دي بتطرد الشيف تماما، وبتقعد بقى تحمسهم يبقوا ضد بعض أكتر علشان الأقوى هو اللي هتسلموا الشركة. فالاتنين يا عيني بيبقوا مضغوطين، بالذات طبعا هان اللي بيروح مطعمه يقول لهم إنهم لازم ياخدوا 3 نجوم المرة دي، وده تقييم كده زي نجمة ميشلان. وفعلا بيشتغلوا مع الشيف على الوصفة والطبق بيبقى حلو جدا، ولكن بيفاجئوا سكرتيره إن في مطعم تاني منزل حاجة شبهه بالظبط. فبيتصدم لأن لازم هما بس اللي يكونوا بيقدموا الطبق ده. فبيقرر يروح للمطعم التاني، وبيتفاجئ كمان إنه في الريف، ولكن بيروح بقى وخلاص وبيتوه طبعا. عقبال ما بيوصل زي الGPS كده في مصر بيبقى عايزك تخترق المباني علشان توصل للمكان. المهم بقى بيوصل في الآخر وبيلاقيه مكان بسيط قوي ومحدش فيه، ولكن بيلاقي كده بنت في الجنينة لسه هيكلمها بتروح زقة بعيد علشان داس على الخضار بالغلط. فبيتخض يا عيني، ولكن بيتماسك كده أعصابه وبيديلها الكارت بتاعه وبيقول لها يا بنت انت فين صاحب المكان ده. فبتقطع له الكارت في ثانية، فبيتغاظ جدا وبيقعد يزن هو فين صاحب المكان ده. وبعدين بقى بيستوعب أخيرا إن هي صاحبة المكان، فبيقول لها حس كده بقى اطبخي لي الطبق ده وبيوريها صورته. فبتقول له إن هي مش هتعرف تعمله لأن ما عندهاش مكوناته أصلا. فبيقعد يزن وبيقول لها هجيبها لك، فبتقول له عايزة قطعة لحم معينة من مزرعة معينة. فبيقول يا دي النيلة، ولكن بيروح للجزار وبيقول له هات كل اللحمة اللي عندك واطبع لي عليها ان هي من المزرعة اياها دي. وبيروح لها يضحك عليها، فبتعرف انه نصاب، ولكن بعدين بتدوق واحدة وبتقول له دي من المزرعة ولكن مش صبحة، بس علشان اخلص منك هعملها لك والسلام. وراحت واخدة الاول يجيبوا مشروم، ومنين بقى؟ مش من السوبر ماركت ابدا، من الجبل. فما بقاش طايق نفسه من المغامرة دي كلها، ولكن اتحمس لما رجعوا وبدأت في الطبخ بقى. ووقتها سلى نفسه كده وكل من الكيمشي اللي حطاه على جنب. فوقتها أول ما داقه افتكر زمان لما جدته كانت بتعملهوله واتأثر قوي وهي لاحظت ده، ولكن بعدين ركزت في الطبخ وعملت له طبق. فوقتها لما شافه لاحظ انه مختلف تماما عن الطبق بتاعه، فادالها فلوس وقال لها يلا مع السلامة. قالت له تعالى حبيبي كل ده انت طلعت عيني. فرجع زي جزمة لانه كان جعان، واول ما داق كان تحفة مسح الطبق حرفيا. فراح مفكر وقتها يسيطر عليها وعلى مطعمها، فقال لها ايه رأيك استحوذ عليكي؟ فبصت له بقرف. قال لها طب استثمار حتى، فبرضه ولا عبرته. فقرر يمشي بقى وهو مع كرامته. فاتفاجئ وهو في الطريق ان الاخبار بيقولوا ان صاحب المطعم اللي هو كان لسه بيهدده حاول يخلص على نفسه بسببه، فاضطر يروح له المستشفى وفعلا كان زعلان عليه. ولكن ده لحد ما سمع الراجل بيكلم اخوه سون، فطلع دي خطة من اخوه الكبير علشان يشيله من منصبه
وفعلا ده اللي حصل. فكلم مامته يشتكي، فقالت له انت هبل يلا، عادي يعني اخوك كده انتصر عليك، ايا كان بقى عمل كده ازاي. فساعتها ما بقاش فاهم ازاي هيعرف ينتصر على اخوه من تاني. فلما فكر شوية كده لقى انه يقدر يعمل كده واكتر عن طريق طبخ بطلتنا، فرجع لها بقى زي الجزمة. والمرة دي كان ذكي، على طول ادالها عقد الاستثمار وقال لها تعالي نتفق، فقطعته، راح مطلع لها واحد تاني قطعته برضه، فطلع التالت بقى وقال لها خلاص بجد بقى، وقعد يقنعها ان هي محتاجاه علشان تسدد ديونها وتدفع الايجار. ففعلا وافقت يستثمر، ولكن قالت له انه مش هيتدخل في اي حاجة تخص الطبخ. فهو قال لها حس كده بقى انت مش هتتدخلي في اي حاجة في المطعم، فوافقت عادي. وتاني يوم بقى قفشها في السوق بتشتري حاجة في السر كده، راح قفشها والبياع اتضايق ومشي، وطلعت كانت عايزة تشتري توابل كورية محلية من غير أي إضافة صينية، فبتكبر الموضوع جدا وبتقعد تعيط في البيت اللي هو المطعم يعني. فما بقاش مستوعب هو ايه الهبل ده، وقعد يزن عليها تعين حد معاهم، وجاب لها CV بتاع شيفات متخرجين من أماكن ايه مرموقة واتدربوا في مطعم كده فرنسي عالمي اسمه مولي في اليابان. فقالت له على فكرة بقى اسمه موري يا بهيمة، وراحت خارجة. فاستغرب جدا عارفة منين الحاجات دي. وهي بقى راحت السوق ولقت واحدة كده واقفة في محل البهارات شكلها فاهمة فيهم، فقالت بس هعينها، ورجعت له بيها. فاتصدم ان هي اختارت دي بعد كل ده، فقالت له ان عندها خبرة 15 سنة في الشغل في المطاعم. فاطمن شوية وراح بقى بعدها يدور على مكان ينام فيه. وطبعا ابننا مش هيروح كده لأي مكان والسلام، لا راح أفخم أوتيل، واتصدم هناك يا عيني ان كل بطاقاته مش شغالة، مامته موقفاها. فاضطر يروح أصغر أوتيل موجود في القرية، وحتى ما كانش معاه فلوس، فكان عايز يسيب للراجل الساعة بتاعته، ولكن راح مقلبه في هدومه ولبسه كده، فما بقاش طايق نفسه، ولكن استحمل وخلاص. وتاني يوم لما راح لهم طبعا عرفوا انه اتنصب عليه، ولكن طنش وقعد يحاول يكلم صحابه المشاهير على انستجرام يمكن يعبروه، وكله طبعا في كسله لانهم سمعوا يعني عن طرده من الشركة. ولكن بنت عندها مليون اهتمت، عقبالي يا رب تابعوني هناك بقى عشان يكلمني يعني. المهم بقى البنت دي كانت عايزة تشوف اكلهم، ففضل يتحايل على الشيف تعملها له، ولكن نكدت عليه ان ما عندهمش مكونات. وكمان ميونج نكدت عليه اكتر بان هي بوظت الترابيزات اللي جابهم جداد بالكنش اللي بتاكله، فاتضايق قوي منهم هما الاتنين ومشي من المكان كله. فقابلوه وقتها 2 من اهالي القرية واتصاحبوا عليه، وواحد منهم اداله التوابل اللي بتحبها يون، فوقتها صلحوه بقى. وصحابه دول جابوا زباين للمطعم، فما مبسوط قوي وقال لهم بس ايه رأيكم في الترويج بتاعي، فلقاهم بيكافئوه وجايبين له هدوم عدلة بدل اللي هو لابسه ده، فاتبسط برضه. ولكن في اخر اليوم بقى وهم خارجين اتفاجئوا بابن صاحب المطعم اللي كانت بتشتغل فيه ميونج قبل كده جاي زعلان جدا ان هي سابتهم، فتمسكوا بيها اكتر لما عرفوا يعني ان في طلب عليها. وبعدين راحوا يشربوا معاها، واتفاجئ وقتها بمساعده بيقوله ان الشيف بتاعت مطعمه موتو راحت لمطعم اخوه، فقعد يبعت لها ويقول لها انها خاينة سابته وراحت لاخوه الكبير. فلما سمعته كده يون صعب عليها علشان افتكرته بيكلم حبيبته السابقة، لا وكمان جيشن عايز يضربه علشان خده ميونج منه. فساعتها بقى ساعدته يون وضربت الواد العبيط ده. فتاني يوم اتفاجئوا انه كلم هيئة التفتيش علشان يضايقوهم شوية، فوقتها عاند هان معاه وكلم له نفس الهيئة يروحوا له. فراح بقى شين معاند اكتر وراح راكن عربيته قصاد مطعمهم، رخامة يعني في ابننا. فمسكتش طبعا التاني واجر عربية وركنها قصاد مطعم باباه واحدة بواحدة، وكان فكر بقى يون هتتبسط من الجو ده، فقالت له يبطل هبل بقى ويركز على الشغل اكتر. فرجع الفندق علشان يرتاح، فلقاها كده بتقوله انها رايحة قرية تانية علشان ناقصها صوص الصويا، فراح معاها يفهم ليه يعني ما تطلبهوش. ففهم ان الراجل اللي بتجيب منه على طول تعبان ومش قادر يبعت لحد حاجة، وتقريبا المنتجات اللي عنده هتبوظ كمان. فبنتنا الجدعة قالت له عنك يا حاج، واشتغلت بنفسها، وطبعا اجبرته يعمل معاها الشغل. فانبهر بيها وقتها ومعلوماتها الكتير. وبالليل بقى وهم راجعين الدنيا مطرت عليهم، وفاجئته لما اهتمت بيه قوي، فبقى متوتر جدا في وجودها، ولكن ملحقش يتأثر اكتر لان جات له مكالمة تقوله ان مطعمها ولع. فراحوا جري على هناك، وفعلا المطبخ كان اتدمر. فشكوا وقتها ان شين هو اللي عمل كده، فراحوا هزقوه فلقوه مش فاكر اصلا. ولكن لما قعدوا يكلموه افتكر انه راح فعلا مطعمهم امبارح وكان شارب شوية، فشكله كده هو اللي عملها. فقالوا له حس كده بقى يا حلو اجباري هتصلح لنا المطبخ.
فوافق طبعا، وراح لهم تاني يوم يساعدهم، ولكنه كان فاشل ومش عارف ينيل حاجة. فقعد يعيط لهم انه على طول كده فاشل دايما. فصعب عليهم الصراحة، بالذات هان لانه فكروا بحاله. فقعد معاه يعلمه ازاي يظبط معاهم الحاجة. فعرفوا الباقي انه هان طيب قوي. وكافئتهم يون بعد كده وعملت لهم أكلة سريعة رغم عادي يعني. في الأول قللوا منه، ولكن أول ما داقوا انبهروا طبعا. وبعدين بقى جه واحد من صحاب هان يقول لهم التصليح هيتكلف كام. فطلع 5 مليون وون مرة واحدة. فطبعا المفلسين بتوعنا احبطوا، ولكن بعدين لقوه بيوزع منشورات عن مسابقة للأكل في مهرجان أكل كبير هيتعمل قريب في قرية كده جنبهم، والمكافأة 5 مليون وون برضو. بس يعني في مشكلة صغيرة، التسجيل هيقفل النهاردة وبعد ربع ساعة. فبسرعة خدوا شين وراه وطار بيه على مكان التقديم، وهناك كانت الموظفة قفلت الشباك أصلا. فبسرعة كتب هان الورقة بتاعت التقديم ولهوها كده وهي ماشية، يقولوا لها الحقي BTS دول ولا ايه، اللي هو بص العصفورة يعني. وراح حاطين ورقتهم وسط اللي مقدمين وماشيين بقى. BTS ايه بس، كانوا في الجيش وقتها. المهم بقى انه رجع فرحان للاوتيل، ولكن الشيف بتاعته بتاعت موته نكدت عليه لما ظهرت له. فاستغرب ايه اللي جابها دي، ولقى كمان بنتنا في قفاه. فترعب لا تعرف حقيقته وانه جاي من البداية علشان يسرق وصفاتها والمطعم بتاعها. فاضطر يكذب لما سألته هي مين دي، وقال لها دي حبيبتي الواطية اللي خانتني مع اخويا. فلسه البنت هتهاجمه وتحذر يون منه، راحت يون بنفسها قالت لها خليكي في حالك يا حبيبتي. فتأثر جدا. وبعدين بقى خد الشيف التانية على جنبه وقال لها تمشي من هنا. ولما رخمت عليه قال لها يلا يا فاشلة، يون بتعرف تطبخ أحسن منك بكتير وشيف بجد مش أي كلام زيك كده. فاتغاظت منه جدا. أما هو بقى فطول الليل بيفكر في كلام يون ومتأثر جدا، لحد ما صحي تاني يوم فلقاها بقت جارته. فاتخض طبعا. بعدين بقى راح معاها السوق يشوفوا هيعملوا أكلة ايه في المهرجان، وكانوا محتارين قوي. فقال لها هنعمل ايه يعني، ناقص نعمل كيمباب. فمسكت في الكلمة وقررت ان هي تعمله. فكان شايف ان هي أكلة تقليدية جدا، مين هيروح مهرجان علشان ياكلوا يعني، ما ياكلوا في البيت. وبصراحة يا جماعة ما يتاكلش البتاع الأخضر اللي بيتلف فيه الحاجة ده، أسوأ حاجة تاكلوها بعد ما اليتيم مثلا. المهم ان فريقنا بيتحمس وبيروحوا للمهرجان، فبيتصدموا ان شركة البطل هتشارك بنفسها مع انها سبونسر اصلا للمسابقة، وطبعا مجهزين مكانهم بطريقة كده تفتح النفس. فراح لاخوه قال له يبطل بقى حركاته دي. فقال له انت مش واثق ولا ايه في نفسك، وراح مكتر الجايزة بدل من 5 ملايين خلاها 10. فوقتها راح للشيف فقالت له ان هي جت تشارك علشان تعرف فعلا كلامه صح ويون طبخها احلى ولا هي. فاتغاظ منها قوي برضو، وراح ليون بقى علشان يروج لأكلهم. فمحدش كان مهتم الصراحة في الأول، فراح جاب لهم لحمة واقترح يستخدموها. فبنتنا المرفهة راحت لفها على الكمباب من بره. فاستغرب قوي، ولكن جابت نتيجة مع الناس، والبلوجرز كمان حبوها جدا وبدأوا الناس يروحوا لهم كتير. ولكن برضو كانوا كتار على عربية شركته اللي كانوا بيبيعوا ورك البطة بطريقة جديدة كده. ولكن فريقنا ولا كان همه، لأن نجاحه كان كبير قوي لدرجة انهم أول مكان خلص منتجاته من كتر الضغط عليهم. فاحتفلوا بقى سوا كلهم وحضنها من الفرحة، ولكن بعدين استوعبوا وراحت مطيرة بعيد عنها. وتاني يوم بقى لا اخوه بيغش وجايين في المهرجان بمغني مشهور يروج لهم. ففعلا اتزحم مطعمهم اكتر، ولكن فريقنا مسكتش. شين كان عامل مشروب كده جديد قدموه مجاني مع الاكل بتاعهم، فالناس جريت عليهم. ده غير ان هم بقوا يروجوا لاكلهم عن طريق ايه بقى، الشحاتة. وقالوا للناس ان هو ويون متجوزين وهي حامل دلوقتي، ولازم يبيعوا علشان يصرفوا على البيبي اللي جاي. فطبعا هنزات معاهم، فبقت يون مستحلفة لهم. وفي اخر اليوم كده النتيجة كانت المركز الاول لفريق شركته طبعا، وخدوا 10 مليون وهم ادولهم الجايزة التانية. فزعلوا، ولكن هونوا على نفسهم انهم خدوا فلوس برضو هتساعدهم في تجديد المكان بتاعهم. ولاحظت وقتها الشيف انه معجب بيون قوي، وفعلا كان مركز معاها جدا. اللي كانت وقتها تلعب مع العيال الصغيرة وكسبتهم كتير، فطلعوا يجروا وراها. فخدته وقتها وجريوا سوا. فساعتها لما وصلوا للمطعم اتبسط قوي ان هم سوا لوحدهم، وقرر وقتها يقرب لها. فيا عيني اتقفشوا من ميونج وشان، فبسرعة بعدته عنها. وتاني يوم بقى كانوا مكسوفين جدا من اللي حصل يعني، ولكن على طول انقذت نفسها وقالت ان دي غلطة مش مقصودة. فاتضايق قوي لانه كان ناوي يعترف لها انه جواه مشاعر ليها، ولكن سكت احسن وركز على المطعم. وجاب لهم وقتها لبس يليق بيهم، وتصوروا كده كام صورة لطيفة سوا.
وبعدين راح معاها للسوق وكانوا مبسوطين جدا. ولكن ده لحد ما رجعت المطعم ولقت جيون نزل من عربيته، فمزاجها باظ بسببه، لدرجة ان هي انهارت من العياط لما افتكرت ذكرياتهم سوا، ولكن حاولت تعدي الموضوع. اما هو بقى ما عدهوش، جالها تاني المتحدث الرسمي باسم الوزارة الكورية مش ساكت يا جماعة، لا وجه الحربوق ونادلها باسمها كده بطريقة مش رسمية. فعرفوا ان في حاجة بينهم، بالذات هان اللي بتوريه وقتها ميونج ورق وصور شافتهم صدفة في المكان، فلقى ان هي اتعلمت في مدرسة للطبخ عالمية. ومش بس كده، كانت شغالة في مطعم موري بتاع اليابان ده، فاتصدم. وبنعرف انها فعلا كانت شغالة هناك مع جيون اللي عمل مصيبة كانت هتكلف المطعم خسارة كبيرة، ووقتها مرضيش يعترف ان هو اللي عمل الطبق ده، فهي اعترفت بداله. واللي جرحها بقى ان هي ضحت علشانه بحلمها ووظيفتها وهو ما عبرهاش بعد كده. فقعد يقول لها ان عنده اسبابه، ولكنها قالت له مش مهتمه اعرف هي ايه، اقعد في حته بقى. وتاني يوم انشغلت مع فريقها بالتحضير لاكل يمزج بين ثقافتين الفرنسي والكوري، وده بسبب ان واحد كوري عايز يتجوز بنت فرنسيه والاهل مش موافقين، خاصه الاب الكوري، علشان شايف يعني ان اختلاف الثقافات ده هيعمل مشاكل كتير. فعن طريق الاكل سبحان الله قربوهم، ما هو اللي قال اسرع طريقه يعني لقلب الراجل معدته ما كدبش برضه. المهم بقوا مبسوطين كلهم ان هم وفقوا راسين في الحلال، والكل بقى مبسوط من العيلتين بسببهم. ولكن نكد عليهم مين؟ جيون طبعا، اللي جه في اخر اليوم، وهان اصلا كان ناوي يا عيني يخرج معاها في ديت، فقالت له يمشي وهتحصله. ووقتها عملت لجيون الاكل اللي كانوا دايما بياكلوه زمان في المطعم، وقالت له ان هي الصراحه كده مش عايزه تشوفه تاني ولا تفتكر ذكرياتهم سوا، فيحل عنها احسن. وراحت بعد كده بقى الهان اللي كان مجهز لها على الروف قاعده حلوه قوي لدرجه انها نامت منه، فسابها ترتاح من شغلها طول اليوم. بعدين لما صحيت خدها وتمشوا سوا، فخليته في الاخر يقعد بقى وحكيت له عن جيون، مع انه قال لها براحتك عادي مش عايز اعرف، ولكن هي حبت تحكي. وقالت له انها زمان اهلها رموها عند معبد اتربت فيه، واتعلمت الطبخ من الراهبة اللي ربتها، وحبته قوي وقتها لدرجة جات لها منحة عالمية. وبعدين اتعينت في مطعم موري المشهور، وقابلت جيون هناك وحبته لانه عاملها حلو قوي. ولكن ده كله اتدمر لما ضحت بنفسها علشانه وما لقيتش اي تقدير منه. فساعتها سألها وهو جاي دلوقتي ليه ان شاء الله يعني، فقالت له بس يعني بيعرض عليا ارجع معاه لمطعم موري. فيعني اتخض وسألها طب انتي حابة ايه، فقالت له ارجع ليه، انا عندي مطعمي يا ابني. فاطمن طبعا. ولكن تاني يوم اتفاجئ بيها سايبه رسالة في المطعم انها سافرت لمكان مطعم موري هتعمل حاجة بس ورجع تاني، فاتصدم طبعا. ولما خدوا بقى الصدمة كلهم اتصدموا من تاني لما لقوها سايبة كتاب وصفاتها وطريقة تحضير كل حاجة، فعرفوا انها مش واثقة فيهم بجنيه، انهم يعني يعرفوا يتصرفوا من غيرها، وعلشان كده شرحة ادق التفاصيل. وهي وقتها بقى راحت مع جيون لليابان فعلا، لانه قال لها ان ساتورو صاحب المطعم بيودع يعتبر، وممكن ما تعرفش تقابله تاني. فعلشان كده راحت معاه، ويا عيني فريقنا بعد كده احتاس، بالذات ابننا فضل يتخيل ازاي هيقربوا من بعض بالسفرية دي، وهو قاعد كده متنكد جه مساعده كمان يسأله عرف يسرق الوصفات ولا لأ، فترعب طبعا وراح مخبي الكتاب بتاع يون بسرعة وقال له على طول امشي من هنا. ولكن الواد فضل متبت في المكان وبيسأل عن الوصفات وبيوقع كمان ميونج في الكلام، فراح واخده بقى مشربه كتير مع شان وحبسه في المخزن بتاع مطعم أهل شان، وارتاح ان هو هيخلص منه. اما بقى بطلتنا راحت تزور ساتورو ولقيته مش بياكل اي حاجة ومش فاكرها اصلا، فوقتها ما بقتش عارفة يا ترى ممكن تطبخ له ايه علشان ياكل بقى. وهي بتفكر كده مع جيون لقيت في وشها ابننا بيقولها سوربريز، فاتفاجئوا الاتنين بالذات جيون اللي قال له هو انت ايه اللي جابك ده، ايه الغتاتة دي؟ فقال لها هو الواد ده عدى حدوده معاكي يا قطوطة؟ فقال له حبيبي احنا عديناها من زمان، وقعد يغص فيه، فبقى ابننا مش طايقه اكتر. ولكن هي بقى قالت له انها فرحت بوجوده، وبعدين راحت مع جيون علشان يشتروا حاجات يعني يطبخوها لساتورو، فلقيته جاي معاهم برضه، وطبعا ما كانش فاهم اي حاجه في الاكل اللي بيختاروه يعني، ولكن بقى يتحشر بينهم وخلاص. فجيون طبعا زهق منه، ولما راحوا يشربوا قعد يحكي له بقى عن الذكريات بينهم، فقال له بقول لك ايه يا اسطى صدقني مش مهتم وركز مع الاكل. ولكن بعدين كلمته الشيف بتاعت موتو تقول له ان اخوه ده واطي استغنى عنها وطردها كمان، فقال لها تصدقي انك تستاهلي، شفتي بقى ان انا طيب بالنسبه له. فقالت له ان هو كمان هيجيب شيف كده اسمه جيون من مطعم موري، فاستغرب قوي ازاي يعني جيون هيسيب مطعم موري ويتخلى عنه دلوقتي وساتورو تعبان وسايب له المهمه دي. فيعني الحوار ده بيقعد شاغل دماغه،
ولكن مش بيرضى برضه يقلق يون اللي بتاخده بعد كده وبيلفوا في البلد شوية، وبتلاقي وقتها مطعم بيقدم رامن فبتروح تاكل معاه، ولكن وقتها بتلاقيه شبه وصفتها، فبتسأل الشيف عمله ازاي، فبيقول لها ان صاحبه شيف زيه هو اللي كان جايب له الوصفة دي وكان بيعملها له على طول لما بيجيله، ولكن دايما كان بيعلق ان هي مش زي وصفة البنت اللي بتشتغل عنده. فوقتها بتعرف انه بيتكلم عن ساتورو وانه كان بيحب الرامن بتاعتها علشان بتحط فيها صوص صويا اللي هو الكوري ده زيادة يعني على الوصفة اليابانية العادية، وده اللي كان بيخلي الطعم مميز. وبتستغرب لانه كان دايما بيزعق لما بتعملها ليهم في المطعم، فما كانتش تعرف انه من جواه بيحب الوصفة دي، وعلشان كده بقى بتقرر تعملها له. اما بقى ابننا فبيروح يسأل جيون ايه علاقته بشركته، وبيبقى مستغرب لما هو كده كده هيسيب موري ويروح لاخوه، عايز ايه من يون بقى؟ فبيقول له خليك في حالك، وما بيرضاش يريحه ابدا. اما يون بقى نفسها فبتعمل الرامن وبتخليه يدوقها، وبتشوف بالصدفه كده وقتها دواء فبيخبيه جيون بسرعه فمش بتهتم، وفعلا اخيرا بياكل بقى، فالكل بينبهر وبيعرفها برضه وبيفتكرها، وبيقعد بقى يعتذر لها انه متمسكش بيها زمان لما غلطت مره، فبتقول له ان هي مسامحاه ولسه بتحترمه وبتحبه كمان. فبينتهز جيون الحربوق اللحظه الحلوه دي وبيقول لهم يلا بقى كلكم بره يا شباب علشان عايز اشوف لوحده، وبيروح يقنعه ان سون اخو هان يستحوذ على المطعم. فوقتها بيوافق ساتورو وبيمضي، فبيخرج التاني يقول لباقي زمايله على الخبر ده، وبيقول لهم ان اللي حصل ده حفاظا على مطعم موري وانه عمل كل مجهوده علشانهم. فوقتها بتعارضه يون وبتقوله انه عمل كده علشان مجده الشخصي، وشوية وموري هيتدمر وكله بسبب الاستحواذ ده. وكمان بيتدخل هان على الخط وبيقول له عندها حق البت يون دي بتفهم، فبيقول له خليك في حالك برضه، وبيقعد يغيظه ان كده كده خلاص الاستحواذ هيتم غصب عنه. فبيفاجئوا بقى وبيطلعوا له قرار بلغي الاستحواذ من شركة مامته نفسها. طلع المجنون سافر الصبح لهناك واقنع المديرين ان الاستحواذ ده مش لصالحهم، وفعلا مامته اقتنعت ومشت كلامه على سون. فوقتها اتعصب جيون جدا وبيطلع مش حربوق قوي، يعني كان بيعمل كل ده علشان يعرف يصرف ويدفع تكاليف زمايله ومرتباتهم اللي بسبب تعب ساتورو اخر فتره ومرضه بالزهايمر كمان سمعه المكان ما بقتش قد كده. فوقتها بتقول له يون ان هي مصدقاه ولكن ما كانش ينفع يغفله برضه، فبيخرج ساتورو بنفسه وبينده لهم كلهم، وبيعتذر لجيون انه اتظلم من الباقي وانه عارف كويس ان همه على المكان وعلشان كده ساب له منصب الاداره، ولكنه مش حابب برضه الصراحه الاستحواذ ده وعايز اسمه يفضل لوحده وبس. فساعتها الموضوع اتحل وكله بسبب هان اللي رجع من السفر معاها وهو مزقطط وفرحان، ولكن اتصدم لما وصل ان المساعد بتاعه حد خرجه من المخزن، ولما سأل شين مين عمل كده قال له الشيف بتاعت موته، فاتصدم وراح يدور على كتاب الوصفات فلقاهم سرقوه فعلا، ووقتها كانوا بيزوروهم الزواقين اللي بيدوا النجوم دول في موته، وهم طبعا اشتغلوا بكتاب وصفات يون، ومهما يحاول يكلمهم علشان يوقفهم معرفش يوصل لهم. ولما وصل بقى المكان وعرف ان هم استخدموه اتعصب جدا عليهم وخد الكتاب وهو زعلان فعلا على مجهود يون اللي اتسرق، وبسرعة رجعه وحاول بقى يتعامل عادي ويخبي اللي حصل ده. وهو شغال كده زار المكان واحد وساب له ولاعة شبه الولاعة اللي لقوها في المكان لما ولع قبل كده، فعرف ان هو اللي عمل كده، فراح يقابله ولقاه صاحب المطعم اللي كان بيتظاهر قبل كده بره شركته لانهم دمروه بعد ما استحوذوا عليه ظلم. فوقتها كان ندمان جدا وقال له انه هيحاول يصلح غلطته، فالراجل طبعا ما صدقهوش، اللي هو انا عارف اشكالكم كويس يا ناس يا اغنياء. وفعلا كان عنده حق لان هان مامته طلبته عندها وقالت له شكلنا كده هناخد النجوم بمطعمك موتو ولا ايه، يلا بقى سيب القرية الكحيانة اللي انت فيها دي وارجع شغلك. فعرف ان هي بتأمره مش بتطلب منه فلازم ينفذ. وطبعا اترعب يا عيني على يون منها اللي لما رجع لها لقاها طيبة قوي عامله لهم رحلة مكافأة على شغلهم طول الفترة دي، وانهم يعني سددوا الديون معاها فقالت تفسحهم بقى. فيا عيني الكل كان متحمس ما عدا هو شاغل باله هيعترف لها ازاي باللي حصل، واساسا كله اتفاجئ لما وصلوا المكان ولقوه عبارة عن معبد، طلعت مودياهم المعبد اللي اتربت فيه. فيا عيني بقى عشان يقول لهم ده معسكر شغل اكيد انتوا نصبتوا علينا، ولكن بعدين اتبسطوا كلهم بالذات هي لانها فضلت تحكي له ذكرياتها في المكان ده، وسالته لو ينفع يحكي لها عن حياته برضه، فقال لها مش احسن حاجه تتحكي الصراحه. فقالت تساله بقى عن الكيمتشي اللي اتاثر كده لما كله، مامته كانت
كانت بتعمله له ولا ايه؟ فقال لها مش ماما، لا دي جدتي اللي كانت بتعمله. فحست كده من طريقته ان مامته مش احسن حاجة معاه، والحقيقة بقى هي مش احسن حاجة خالص. المهم بقى في سول كانوا عرفوا في موته انهم خدوا 3 نجوم اخيرا، وبقوا المطعم الوحيد في كوريا اللي معاه النجوم دي. فطبعا قضوها احتفالات بقى وحاولوا يوصلوا له، ولكنه كان لسه راجع مع يون على مطعمها وعايز يعترف لها. فحبيبتي كل ما يفتح بقه يتكلم يعني تروح مقربه له اللي هو تهدي يا شيخه واعرفي المصيبه اللي عاملها الاول، بعدين ابقي اعملي اللي تعمليه. وهي ابدا ماسكه فيه بايديها واسنانها. ولما اخيرا جمع وهينطق بقى، راح اخوه اللي اتغاظ طبعا انه انتصر عليه جه وقال لها كل الحقيقه. فاتقهرت طبعا لما عرفت، مش قلتلك الصبر برضو فادتنا بقله الادب دلوقتي. المهم قعد يحاول يبرر طبعا وانه كان هيقول ولكن مستني الوقت المناسب، بس طبعا ما صدقتهوش وبقت مصدومه فيه. وحبايبي الاتنين وقتها ناموا معيطين منك لله يا سون. وتاني يوم بقى قعدوا يصدعوها طبعا الفريق بتاعنا هو فين هو فين، بيسألوا بقى ما هو معاهم بقى وحبيبهم. فسكتت الأول بعدين صدعت فقالت لهم بقى على الحقيقة كلها، فاتصدموا هم كمان. وهو يا عيني وقتها راح لما حاجته من موته وقدم استقالته، ومهما الموظفين حاولوا يفرحوه بالنجوم ما فرحش وقال لهم برافو وخلاص. فوقتها مامته بقى ولا اتأثرت وراحت معينة أخوه مكانه مدير على موته. فحس إن هي ست قادرة فعلا مش فارق لها حاجة بجد، وبقى زعلان منها قوي. واللي زعلانة أكتر منه كانت بنتنا اللي سابت المطعم وراحت للمعبد تعيط لمامتها اللي ربتها، وعرفت منها إنه جه يطمن عليها قبل كده وقالت لها إنه مش وحش برضو قوي. فقعدت تعيط لأنها فعلا حاسة بكده، ولكن تصرفاته كلها ما بتقولش إنه طيب. قلنا 100 مرة الأفعال، نركز على الأفعال. المهم بقى كانت المفاجأة لما منظمة التزوج دي أعلنوا عن موته قصاد الكل إنه خد النجوم فعلا. ومش بس هو، في مطعم كمان خدها اللي هو مطعم ايه جونجي بتاع البطلة، لأن طلع المدير هو أبو البنت اللي كانت هتتجوز الولد الكوري. فهو بنفسه لما راح انبهر بيهم فقرر يديلهم النجوم برضو. فوقتها مامة هان بقت هتتجنن والكل اتصدم حرفيا معاها، ولكن هي على طول كلمت ابنها وأمرته يجيلها، وراحت صدماه إن مطعمه التاني خد النجوم برضو، وعلشان كده هيصوروا حلقة منافسة بينهم. فلما رفض وقال لها تبعد عن المطعم أحسن لها، قالت له انت اللي أحسن لك تسمع كلامي لحسن أدمر لك المطعم ده والشيف الحلوة بتاعته كمان. فقلق جدا على يون، فبسرعة اتحرك علشان يروح لها، وفعلا وصل للقرية ولكن ما لقاهاش طبعا، لقى الباقي وبس اللي كانوا متضايقين منه جدا. ولكن لما شافوه ندمان وقاعد بيعيط صدقوه وعرفوا انه اتغير وقلبه على مطعمهم بجد. فقرروا يبقوا معاه في المنافسة ويفتحوا المطعم حتى لو يون مش موجودة بنفسها، كده كده معاهم كتاب الوصفات. وفعلا تاني يوم فتحوا المطعم سوا وجهزوه علشان التصوير. وكان التصوير برضو وقتها بدأ في مطعم موتو، والتجربة كان مشارك فيها ناس عاديين ومشاهير من الانستجرام. بفكركم تاني اهو تعملوا لي فولو هناك، اخر فرصة انتوا احرار. المهم بقى اهم حاجة الحكام اللي كانت مامة هان الساحرة الشريرة والراجل الفرنسي الكتكوت. واول يوم مشي تمام عادي والاتنين كانوا تحفة، ولكن بالليل حس سون بالذنب علشان اخوه. فراح ليون وقال لها ان اخوه مظلوم الصراحة، وان هم عاشوا حياة قاسية جدا مع مامتهم خلتهم يبصوا بس لمصلحتهم. ومش بس كده، جالها مساعده كمان بعدها وحكى لها قد ايه مامة هان من زمان مش بتهتم بيه، وعلى طول شاغله بالها بالتصوير والشهرة في مجال الاكل والمطاعم. وحتى لما مامتها ماتت ما حضرتش الجنازة القادرة ولا حتى اتأثرت، وعلشان كده هو طلع بالشكل المنيل ده، ولكنه برضه مش وحش يعني من جواه. وفعلا معاها كان غير، فبدأت تحن عليه شوية. الفكرة بقى ان مامته كانت حربوقة للنهاية، ولما راحت تجرب مطعم جونجي ابهرها اكتر، ولكن اعلنت النتيجة انه تعادل. فحتى نطقت الراجل الفرنسي وقلب عليها وقال لها ان ده ظلم باين. راحت قالت له يلا يلا بلا خاله بلا ماله، انا المسؤولة هنا، هو تعادل، انا لما بلعب مع صحابي بعمل كده الصراحة. المهم بتصمم على رأيها، فالكل بيتضايق منها لحد بقى ما بتدخل عليهم الكوين بتاعتنا وبتقول لها لا مش تعادل وانا هطبخلك، ولو ما عجبكيش اعملي اللي تعمليه يا ستي. فعجبها الصراحة التحدي ده ووافقت. فوقتها قالت لها هعملك الاكل بكرة الصبح. فمشيت مع سون وسألته يا ترى هتطبخ لها ايه البت دي. اما هان بقى والباقي كانوا مزقططين بيها، اللي على طول قالت له مش وقت حب واعتذارات، خلينا نركز مع حماتي، قصدي يعني مامتك. ففرح قوي وحس انها راضية عنه. وتاني يوم بقى جت مامته وبدأت تطبخ لها، وكانوا ولادها الاتنين قاعدين في المطعم ولكن كل واحد فيهم في حتة شكل. فخلت شين يقعدهم كلهم على سفرة واحدة مع مامتهم، وقدمت لهم أكلها واللي كان عبارة بس عن فطار تقليدي عادي جدا.
ففهمت مامته بتلمح لإيه، وفعلا قالت لها ده أكل عادي كل الأسر الكورية بتاكله في بيوتهم، وانتوا أسرة وتستحقوا لحظة زي دي. فأساسا أثرت فيهم من قبل ما ياكلوا حتى. والتصوير كان حلو قوي قوي، وبدأ هاني ياكل وعجبه فشجع أخوه سون ياكل. وفي الآخر مامتهم لما كلت انبهرت بالأكل ده، وأثر فيها بالذات الكيمتشي لأنه كان شبه اللي كانت بتعمله مامتها فعلا. وعلشان كده بعد ما خلصت الأكل وجاية تمشي سألوها بقى هتقفل لهم المطعم ولا لأ، فقالت لهم انتوا بتستعبطوني، ما انتوا هتفتحوه في مكان تاني، فخلاص بقى خليكم هنا. وراحت ماشية، فكلهم فرحوا ان هي هتسيبهم في حالهم بقى. وقالت لسون بعد كده وهو بيزور قبر جدته يبقى ياخدها، فما صدقش نفسه انها حنت اخيرا. اما هان بقى فلقى يون بتقوله ان هي هتديله فرصة اخيرة اكمنها بس يعني بتحبه، فقال لها بجد ما تهزريش، وما كانش مصدق نفسه ولا انا حقيقي ان هي يعني سامحته بالسهولة دي، ده كان جزمة. اما بقى الشيف بتاعت موتو فسابت شغلها لانها شافت ان هي ما تستحقش المكانة دي، ففتحت عربية كده في الشارع. فالمساعد بتاع هان ما سابهاش لوحدها لانه يعني بيحب اكلها، فعرفت انه بيحبها بس بيستعبط يعني، فاستعبطت هي كمان وخليته يساعدها بقى في شغلها. اما ميونج فاخيرا رجعت تشتغل في مطعم عيلة شين بعد ما باباه وثق فيه وورثهوله. ووقتها فاجئهم زيارة الايدول والممثل جنهو بطل المسلسل اللي هي على طول مبحلقة فيه، فبقت منبهرة. اما شين بقى فبقى بيشبه عليه وسأله هو كان في مدرسة ايه، وده تلميح يعني لدورهم سوا في مسلسل ويك هيرو، هبقى اسيب لكم الملخص بتاعه في اول كومنت يعني. وبنشوف بعد كده بعدها مامة هان وهي بتعيط قوي عند قبر مامتها جنب ابنها اللي بيبقى بيبرطم وبيقول لا يمكن تتغير الولية دي، وبنعرف ان هي بتمثل مش اكتر علشان التصوير. اما بقى اللي اتغير بجد كانوا عيالها الاتنين. وبنشوف هان فعلا رايح يطمن على المطعم اللي دمروه قبل كده، وبيسلم على صاحبه بعد ما نفذ له وعده اهو، واتفق مع اخوه ان هم يساعدوا كل اصحاب المطاعم بجد مش زي ما كانوا بيعملوا زمان. وبعدها بقى بيرجع ليون حبيبة قلبه اللي بزيارة واحدة قبل كده ليها غيرت كل حياته. وبس كده بيخلص المسلسل. زدتوا كام كيلو بقى وانتوا بتتفرجوا؟